احيانا بنحس ان احنا عندنا مشاعر تجاه حد ومشاعر سريعة جدا، وبنبقى حاسين فعلا ان المشاعر حقيقية وانجذاب رهيب، وبنتوهم كتير جدا من الاحاسيس مع الشخص التاني. ولكن الحقيقة ان كل ده بيكون مشاعر متخزنة تجاه حد كان موجود في حياتنا واتنقلت للشخص ده لان احنا شفنا فيه المواصفات او الاحتياجات اللي احنا كنا عايزينها. عايز تعرف حقيقة القصة دي ايه؟ هقولك، بس قبل ما اقولك هدي النور، قهوتك، سماعاتك في ودانك. انا اسلام انور، وما تنساش قبل ما نبتدي تعمل لي فولو ولايك وكومنت وشير وسبسكرايب على اليوتيوب، لانه ده بيدعمني اكمل المحتوى. يلا بينا. سيجموند فرويد كان عنده صاحب واستاذ اسمه بروير كان برضه محلل نفسي، واشتغل وكتب مع برويد شوية. وكان عنده مريضة مهمة جدا في تاريخ التحليل النفسي كان اسمها أنا. كانت بتعاني من أعراض نفسية كتيرة وصعبة، اصطلح على تسميتها هيستيريا. أنا خلال رحلة علاجها حست بمشاعر حب وانجذاب ناحية الدكتور بتاعها، والمشاعر دي فضلت تزيد لحد ما تحولت لرغبة جنسية وأحلام بالجواز. بروير كان بيحلل ده نفسيا وبيحاول يعالجها وبيحل المشكلة بهدوء، لحد ما الموضوع دخل في حتة أخطر بكتير، وبدأت أنا تحس إنها حامل منه وبتطرده. الراجل هنا توقف عن علاجها وحولها المستشفى، ويقال إنه من وقتها هو ساب المهنة كلها. المهم، فرويد كان شريك بروير في الشغل والتحليل النفسي، وكان بيتابع علاج وتحليل حالة أنا، وقدر من خلال ده إنه يكتشف كل المشاعر اللي كانت بتحسها أنا ناحية بروير هي في الحقيقة مشاعر قديمة ومتخزنة ناحية حد تاني خالص، افترض إنه أبوها، وإن المشاعر دي فضلت متخزنة وكامنة جواها لحد ما ظهر حد تاني في حياتها يمثل دور الأب اللي هو المعالج النفسي. وهنا اتحركت المشاعر تاني وتم إسقاطها على شخص بروير، وبقت حاسة إنها بتحبه، وبقى عندها الرغبة الطفولية إنها تفضل عايشة معاه على طول. حالة أنا بالإضافة لكتير من الحالات اللي كان بيعالجها فرويد وبروير ساعدوا على مفهوم صياغة جديدة لعلم النفس اسمها الطرح، ودخوله عالم التحليل والعلاج النفسي لحد النهاردة. الطرح معناه ببساطة إعادة توجيه مشاعر وأفكار وساعات سلوكيات ناحية حد معين في الحاضر بشكل غير واعي، في حين إن أصلها ناحية حد تاني خالص في الماضي. وليه صور كتيرة، ممكن حب، ممكن كره، ممكن غضب، ممكن تقديس، وغيره وغيره. المفاجأة بقى إن ظاهرة الطرح دي مش بتظهر في غرف العلاج النفسي بس، لأ، دي بتحصل كمان في البيت وفي الشارع وفي الشغل وفي أي حتة. طب إيه الكلام ده؟ لأ، ركز معايا بقى، لأن اللي جاي ده كلنا عشناه وكتير مننا بيعيشه وبيلبس بسببه. لما حضرتك تشوف واحدة في الشارع والأول مرة وتحس ناحيتها حب مفاجئ وقوي وسريع ورهيب، وتشوف فجأة إنها أفظع بنت في الدنيا وأروع كائن في الوجود، وإنها مليانة حنية ورقة الملايكة، ده من غير ما تكلمها يا بني آدم كلمة واحدة، وانزل لي يا ابني بكوبليه خالد سليم زي الملايكة ولا فيك من البشر. ساعتها بقى يا معلم تتأكد إن المشاعر دي أصلا مشاعر متخزنة جواك ناحية حد تاني خالص. حبيبة سابقة، مدرستك زمان، صورة والدتك المثالية في دماغك، وهكذا. طب بلاش دي، لما رئيسك في الشغل يعدي من قدامك وينسى يقولك صباح الخير، تقوم حضرتك تحس بغضب شديد أو خوف من غير مبرر، وتبدأ تتعامل معاه بشكل مليان جفاء وعنف أو رهبة وخوف. يبقى غالبا الموقف ده حرك فيك مشاعر قديمة ناحية حد تاني خالص في حياتك، من أول مدرسك في الثانوي لحد أبوك. لما تروح بيتك وتحصل بينك وبين مراتك مناقشة عادية جدا لأي سبب تافه، وتلاقي منها رد فعل قوي وعنيف وغير متناسب مع الموقف أو السبب، يبقى هي هنا غالبا مش بتكلمك انت، هي بتكلم حد تاني قديم بس في شخصك. مفيش أشهر من المثل المتكرر كل يوم ما بين الزوجة وحماتها، اللي بتقوم فيه الزوجة بشكل غير واعي بطرح مشاعرها السلبية ناحية أمها، واللي هي أصلا ما كانتش مدركاها ولا عبرت عنها قبل كده، وتوجهها ناحية حماتها في مشهد كل يوم بنشوفه ومحدش فاهم هو ده أصله إيه.
بعض عمالقة التحليل النفسي بيقولوا إنه مفيش علاقة تخلو من جزء طرحي، وإن النمو الصحي للعلاقات بيخلي الجزء ده أقل ما يكون. الجزء الحقيقي هو الأكبر والأغلب. بالمناسبة أكتر العلاقات اللي بتسهل عمليات الطرح دي هي العلاقات اللي بيكون عن طريق التليفون أو النت، اللي مش بيكون شايف فيها الطرف التاني وانت بتكلمه، وده بيساعد جدا انك ترمي عليه كل اللي جواك وانت مش لاقي حد تاني ترميه عليه. طبعا الموضوع ده أعقد من كده بكتير، لأنه أوقات في مسؤولية كبيرة بتقع على الجانب الآخر بتحريك وتنبيه، وساعات إثارة بعض المشاعر المتخزنة جوانا وتوجيهها ناحيته. ده بجانب إن ممكن حد يتعامل معاك بمشاعره ناحية نفسه هو شخصيا، أو ناحية جزء هو بيحبه أو بيكرهه فيها. والله احنا طلعنا غلابة قوي. يعني تصور إن ببعض الأوقات انت مش بتكون شايف اللي قدامك وانت بتكلمه، وبتكون في الحقيقة شايف جواك حد غيره، وإن ساعات حد بيتعامل معاك على إنك شخص تاني وانت ما تعرفوش أصلا، وإن علاقاتنا مع بعض مش احنا الشريك الأساسي بس فيها. بنيجي للسؤال المهم: أعرف منين إذا كانت مشاعري وأفكاري وسلوكياتي ناحية حد طبيعية ولا طرحية؟ طبعا ده سؤال صعب وإجابته أصعب، ولكن باختصار أول ما تلاقي مشاعرك ناحية حد كتيرة جدا وسريعة جدا وملاش أي مبرر، اعرف فورا إنك غالبا مش شايف الحد ده، مش بتتعامل في الحقيقة معاه، هو انت بتتعامل مع حد تاني من خلاله. طبعا في حاجات واحتمالات وتفاصيل تانية كتير بس مش وقتها. في دعاء معروف بيقول: اللهم أرنا الأشياء كما هي. يا رب أرنا الأشياء كما هي. استنوني في الجزء الجديد واللي هو مكمل أو الوجه الآخر للي أنا شرحته النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بالفولو واللايك والكومنت والشير وسبسكرايب على اليوتيوب. وحياة سوية مع إسلام أنور. مستني منكم في تعليقاتكم تقولولي يا ترى مريتوا بالتجارب دي واستفدتوا ايه من الفيديو، وسلام عليكم.